السلام عليكم البنات، كي راكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله قاعد تكونوا لاباس. الحمد لله. هنا معنا راح نديرو فيه وصفه جديده. وصفتنا اليوم هي ليبولات تاع الدجاج. عندنا كما راكم تشوفوا صدر دجاج رحيته، معه بصل، معه معدنوس مقطع رقيق. هنا كما راكم تشوفوا درنا لي شابلو انا واختي. درنا هي في الحقيقه ما درتش لي شابلو، هي الخبز اليابس رحيته ودرتو باش يزيدنا الكميه وكذلك باش يحكم لنا لي بولات. هنا كما راكم تشوفوا راني نوريكم في التوابل اللي هي كركم، فلفل احمر يكون مرحي، عندنا زنجبيل، فلفله يابسه، وكذلك الملح حسب الكميه وحسب الافراد وكاع. هنايا نخلطوهم. هنايا كذلك رحت جبت حبه بيض وراني نقسم فيها وندير فيها. ماذا بكم البيضات تكون على حسب كميه الدجاج اللي يكون عندكم، اسكو بيضه صغيره ولا كبيره. الا كانت كبيره قسموها على النص، الا كانت كميه دجاج بزاف كما انا راني دايره نجمو نديرو بيضه كبيره نورمال، ما كاين حتى السلام عليكم الكل. هنا نبداو نخلطوا في المكونات اللي عندنا نكونوهم على شكل كريات كيما راكم تشوف. اول حاجه نديرو الزيت في يدينا باش ما يلصقوناش. من بعد واش نديرو معاه كيما هكا كراكم تشوف. يعني ما تنساوش كما قلت لكم الزيت في يديكم باش ما يلصق لكمش الوصفه تاعنا هذه اللي هي ليبولات او الدجاج، ما يلصق لكمش في يديكم. نكملوا كامل ليبولات ونولي لكم. هنا كنت رجعت لكم باسكو كنت نسيت الثوم، ما درتوش. كنت راح نقول لكم باللي ديروا الثوم. انا راهي مرام قاعده تصور في اختي الشاطره، ربي يحفظها لي ان شاء الله ويحفظ لكم كاع خواتاتكم ان شاء الله. امين رب العالمين ان شاء الله يا ربي. ما تنساوش ديرونا لايك وكومنتير وكتبونا في التعليق ماذا يخصكم، وكتبونا لايك، ديرونا لايك 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 لايك. ايوا على حساب اللي جربتها وعجبتها وجاتها مليحه تكتب لنا نورمال. هنا كما راكم تشوفوا البنات كنت ذوبت الزبده وزدت عليها شويه تاع زيت مغرف، وكانت عندي مقله واحده اخرى كنت قاعده نحط فيها باسكو هذا الطاجين ما حاش يكفيني، فحطيت كذلك في المقله الاخرى. هنا كانت بدات تتقلى معنا كما راكم تشوفوني نحط في البنات هادفه وحده بعضاهم، يعني بعد لا يسخن الزيت نحطوا هذوك ليبولات ونخلوهم يطيبوا. هنا كما راكم تشوفوا رانا نقلبوا في ليبولات، لازم يكونوا حمارة نقلبوهم كما راكم تشوفوا. هنا بعد لقليناهم كنت نحيتهم من هذاك الطاجين وحطيتهم في الصحن. هنا بعد لا كملت حطيت البصله تاعي تتقلى، بصله تكون مفرومه، نقلوها مليح في هذاك الزيت اللي كنا سبقنا وقلنا. من بعد لقلينا الطماطم هذيك مليح والبصل، كنت درت التوابل نفسهم اللي حطيناهم في الدجاج اللي كانت باردة شويه هنا كما راكم تشوفوا راهم يتقلاو عندنا وراني قاعده نقلب فيهم باش يطيبوا لنا مليح من الداخل اكيد.
نحط في الفرماج، قاعدة نربي فيه ونحط فيه. شوفوا المنظر، الله الله، شوفوا المنظر. جهيتكم في الجنة يا البنات. نوضوا طيبوها. منظر جميل. شوفوا، وهذا هو الطبق تاعنا لليوم.